اخطاء بتعملها في فترة الخطوبة. المشكلة يا صديقي انه في حاجات كتيرة جدا الناس مش عارفة يعني ايه لازمة الخطوبة او ايه الحدود اللي احنا المفروض نرسمها في فترة الخطوبة، وايه الحاجات اللي انت المفروض تبتدي فيها عشان تبقى جاهز لعمل النسكافيه في ليلة العمل النسكافيه الكبرى. تمام. ايه اللي انت لازم تعمله؟ المشكلة بقى في فترة الخطوبة دي ان انت بتلاقي نفسك بتضيع صحتك تماما، سواء مع نفسك سواء بطريقة او بطلبات غلط. وفي النهاية حد نصيحتي طبعا لبنوتتنا الحلوة، لو اتطلب منك الحاجات دي المفروض حضرتك تعملي ايه؟ لانه كله بيسأل انا اعمل ايه انا لو حد طلب مني الكلام ده. طب هو لو خطيبي وانا بحبه اعمل له ايه؟ طب هو مسك ايدي وقال لي مش عارفة كذا وبتاع، انا مين؟ انا بابا؟ انا مين؟ أنا كذا. قلت له لا وبتاع، فاهمني؟ وبيغني لي كل شويه اغاني مسلم وبتاع، مش عارف اعمل له ايه، انا اعمل له ايه عشان انا مش عايز اخسره. اخر الحلقه دي هتعرفي الاجابه، وصدقوني مفيش احسن من الحياه ان انت تكون واضح وصريح فيها واخد قرارك. افضل شيء يعني خد قرار وامشي عليه، حتى لو غلط حتى لو غلط. ايه ده انا بتقول لي اه والله ليه؟ انت هتتعلم من الموضوع ده، يعني انت هتتعلم، يعني انت خدت قرار غلط بس هتتعلم منه، لان انت لما انسان بياخد قرار بيفكر فيه وبياخد وبعد كده بيبتدي يرجع عنه يعني. لكن غير لما انت تبقى ماشي بتكذب على نفسك وبتكذب على اللي حواليك، فهتقعد سنين كتيرة قوي يكون عمرك اتاخد منك. واكتبوا لي في التعليقات انت شايف نفسك ايه، هل انت من الناس الصريحة او من انت من الناس اللي بتقع في الاخطاء دي دايما. المهم، فترة الخطوبة يا معلم هي انت بتتعرف على خطيبتك، يعني هي فترة ان انتوا بتتعرفوا على بعض. انا كذا تمام، مش عارفة ايه، انا بحبك كذا، والله انا ناوي اعمل كذا تمام. يعني اكيد في كلام حب، اكيد بتبعتوا طبعا الاغاني لبعض، واكيد انا امبارح مش عارفة كنت بعدها افتكرتك، كان في اغنية مش عارفة مين كذا بتاع افتكرتك. انت ضارب لها واحدة لما تقلقش انت ابدا، لا ما تشغلش انت، وعمال ايه بتغني وتهوي عادي مفيش مشكلة. بس انا حابب اقول لكم في النقطه دي انه ده كلام، يعني كله كلام، لسه ما دخلناش في القصه الحقيقيه، والا ما كانش يا جماعه في طلاق كتير بيحصل يعني. وده راجع للكذب، يعني عشان كده تملي بقول لك لازم تكون واضح وصريح. انا كل ده لسه ما دخلتلكش على العشر نقط. بص يا معلم، دي اكتر بقى 10 نقط جنسيه اوعى تقع فيهم بكل بساطه. اول حاجه التجاوز، يعني ان انت تكون عندك الحته الجنسيه غالبه على التعارف. دي اوعى تعملها. زي ايه؟ ان انت تكسر حاجز الاحترام اللي المفروض ما بينكم. ليه؟ لان هي مش مراتك يا صديقي، معلش يعني ما تقعدش تحلف عليها وانت بنت قلبي، خصوصا لو انتوا كنتوا مرتبطين وبعد كده اتخطبتوا، هو ما اتجوزكيش او انتوا اصلا كنتوا في علاقه غلط، ويعني داخلين في بدايه الصح، انتوا في بدايه الصح. ركز معايا في النقطه دي، لان في ناس بتقع في الموضوع ده وفي المحظور غالبا يعني، وبيبتدي يعمل الامبليكس الخلفي وممكن يجيب لك امراض لانه هو دايس في القصة دي. صدقيني انا يعني هي مشكلة الانسان ان هو بيكون دايس في الموضوع ده يعني، وانت اللي بتدفعي الثمن. وقصص ياما كتير الناس عمل جالها امراض جنسية بسبب علاقات من الخلف. ليه؟ لانه يعني يقول لك اصلا انا مش عايز اعمل حاجة من قدامه وبتاع عشان ما يحصلش مشاكل. فاول حاجة دي خطوبة، نعرف ان هي خطوبة مش جواز. اتنين، ما تقعدش تتكلم معاها كتير في الامور الجنسيه، لان دي زيها زي المكالمات اللي بتجيب لك مشاكل والتهابات في البروستاتا حضرتك، وبتيجي بتعمل عاده وبتاع. ما تقعدش كل شويه انت ايه وانت بتعملي ايه ولابسه ايه حضرتك وبتعملي ايه دلوقتي وانا بعشقك وانا طب ما توريني كده. الكلام ده يا جماعه اقطع عنه خالص. انتوا يا جماعه مخطوبين عشان رايحين المرحله اللي جايه. ما تخلصش وبعدين خلي بالك في مشكله برضو في الكلام ده تملي بنصحكم بيها طبعا، واللي عارفني فاكرني بقول الكلام ده كله. اوعوا يا جماعه تقعدوا كل شويه تبالغوا في الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها. بلاش تتكلم في القصه دي اصلا. بس في ناس بتبالغ، يعني انا هعمل وهقطع وهطير وبتاع وانا مش عارفه ايه وانا بسيف الجبار واللي بيقطع الخيار والكلام ده كله. صدقني في النهايه انت اللي بتدفع ثمن الموضوع ده، سواء لو كملته لو يعني كملته والموضوع وصل معاك للجواز. هي بتبقى منتظرة منك أداء الباتشينو اللي أنت كنت عمال تحكي عنه، والأداء المسرحي المبهر اللي أنت كنت شغال بيه ده، اللي هو ده أنا هعمل وهطير وهبتاع ومش عارف إيه. ففي الآخر بتبقى عليك لود وضغط، وبالنهاية بتلجأ للحاجات اللي هي المساعدة
اللي بعد كده بتدمرك على المدى الطويل لو انت استمريت عليها تاني، لو انت استمريت عليها، لان انت خلاص بتبتدي تستبدل طبيعتك بحاجة كيميائية. اتفقنا على الكلام؟ اتفقنا يا معلم. فكرة برضو الست اللي انتي بتتكلمي وبتكلم خطيبتك، واصلا انا بحبك بموت فيكي، مش عارفة ايه، ما توريني، ما تبعتيلي حتة كده، بلاش. انا زي ما قلت لك نصايحك هقولها لك في الاخر، النصيحة بتاعتك دي في الاخر خالص هقول لك عليها. خلاص. 5 ثواني، طب ثانيتين، بلاش. صدقيني بلاش، لانه انت ما تعرفيش هو يعني برضو غلط عليك، لانه ده فيديو زي بيعتبر انا بسميه زيه زي الافلام الاباحيه. المكالمات برضو بعتبرها زيها زي الافلام الاباحيه، لان المكالمات بتخليك عندك خيال، وبرضو الفيديوهات اللي زي دي بتخليك ان انت بتصار ببعض النقط اللي انت طالبها منها. يعني وريني انت لابسه ايه، ممكن تصار مثلا من لبسها، الكلام ده بيرتبط معاك جنسيا، وبالتالي بتلاقي نفسك عندك مشكله في السرعه. خلاص يا معلم. خلاص يا معلم. فاوعى تطلب، وشيل الحاجات اللي هي دي من دماغك. واحد يقول لي هو ده بيحصل يا عمي، هو ده يعني ما ايه إن حصل يعني، فاهم؟ انا مش هقول لك بيحصل ببساطه، ايه وايه إن حصل يعني، ان حصل بلاش يعني، او جت الافكار دي في دماغك فبلاش يعني، واكتبوا لي في الكومنتات يعني. طيب النقطة برضو اللي جاية هي ان انت تستخدم الايحاءات والنكت الجنسية برضو في الكلام. تمام. جماعة بالله عليك يا شيخ، كترة العادة، ده حاجة خارج الموضوع، بس كترة العادة مش معناه ان انت قوي جدا جنسيا خالص، والله ده معناه انت مش قادر تمسك نفسك. دي يعني فاهم؟ يعني انت ناقل حاجة سلبية من سلبيتها لحاجة ايجابية ليك، وهي غلط يعني. هي اصلا كترة العادة لا، هي سلبية، وبتؤدي لسلبية تانية، ان انت ما تقدرش تمسك نفسك في عمل العلاقة بعد كده، لان انت يعني تخيل انت لما بتصار بتعمل عادة، انت ما بتقدرش تتحكم اصلا. فنفس الكونسبت ده يا جماعه للشخص اللي هو تملي يتكلم في الحاجات الجنسيه دي، انت عندك مشكله. فاهم؟ انت عندك انت مش لذاذه يعني، بس هي انت عندك مشكله. انت كل حاجه تبقى يعني، تخيلي كده افشك في التليفون، ابعتي لي فيديو، طب تعالي نتكلم، انت لابسه ايه، انت بتعملي ايه دلوقتي، طب ما توريني كده وانت بتقطعي الجزر ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بعد كده يديكي كمان نكتتين، صدقني مره مش عارفه مين وعملت ايه، ومره وراحت عملت ايه وبتاع، هوب قالت له ايه ده وبتاع، طلع كذا، قال لها الجمهور كله بيحبك ومش عارفه ايه. زي النكته قبل كده اتقال، مش عارف اللي هو انت عرفت ليه الجمهور كله كان بيشجعك المره اللي فاتت، كان فيلم يعني حاجه زي كده. صدقني الكلام ده كله يعني اقطع عنه، ما تبينش تملي قدراتك الجنسيه اثناء فتره الخطوبه. صدقني والله الكلام ده من اخطر ويعني اصعب الحاجات اللي انت، اولا لو حتى عملتك يعني، هي لو كملت معاك في فترة الخطوبة وعملتك، والله ما هيتجوزك يعني. انا برضو هو مش هيكمل معاكي يعني، هو يعني هو بس اصلا وعفص البرتقان وشرب اليوسفندي، خلاص هو عايز ايه تاني طيب؟ فاهمة؟ وكل ده بدبلة يعني، فاهمة يعني، أو بشيء جابهولك يعني. فانت اللي بتدفعي الثمن ده في نهاية الامر يعني. تمام. برضو ان انت تهمل الحدود الثقافية بتاعتك والدينية معاها، الكلام ده برضو بلاش، تملي ذكر نفسك بيها والحاجة دي. جماعة من الاخر كده، الخطوبة هي فترة تأهيلية لحضرتك مع ال- الزوجة. يعني الاخطاء اللي انا قلتها دي كلها هي اخطاء بتقلل منك، ده رقم واحد. بتضعف العلاقة اللي ما بينك وما بين خطيبتك، لو انت حتى بتعشقوا بعض هتنتهي برضو الموضوع ده، حتى لو اتجوزتوا هينتهي بالطلاق. صدقيني الراجل بطبعه شكاك، يعني الراجل بطبعه شكاك، فانت ما تزودش الشك عليك. فاهم الفكرة؟ يعني انت ما تقعدش تزود الشك عليك. وتالت، وفي نقطة برضو حاجة حابب اقولها برضو للخطيب، يعني لو هي كانت مخطوبة قبل كده، انت ما بتاخدش حقك منها يعني، فاهم؟ لان انا بحس ان ايه، هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا يعني، اللي هو ايه، مثلا تخاطب واحدة فده كان عامل، فانت بتتخيل انه كان عامل حاجة فانت بتكمل يعني. ما هو اشمعنى هو، لا ما انا اخش انا كمان بنصيبي. لا يا جماعة، هي مش ورث يعني. المهم، لو اي النصيحة دي بقى للسيدات يعني او البنات طبعا، اي واحد يطلب منك حاجه زي كده، خطيبك طلب منك اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي، دبلته وعلى طول طياره مياره عليه يعني. فاهمة؟ شوف بقى، تبعتيها له في فاكس، تبعتها له بتليكس، تبعتها له في فيديو، تبعتها له اسرع حاجه يعني، اسرع وسيله نقل الدبله تبعتيها له على طول.
ليه؟ لانه صدقيني ده لا هيكون مظبط نفسه. التفكير الجنسي الدايم ده، يعني ده واحد اصلا تفكيره مريض، لانه الجواز يا جماعه مش بس جنس. ده لازم تبقى انتوا برضو عارفين، يعني الجواز ده جزء من، حتى ربنا سبحانه وتعالى لما في سوره النساء حدد لك حاجات كتيره جدا تابعه للطلاق وحقوق الست والمهر. يعني في حاجات كتيره قوي للحقوق، لكن انت بس تفكيرك الجنسي هو اللي مضيع حضرتك في الموضوع. تمام؟ فارجو من كل واحده الطلب منها الكلام ده كله، اصل بحبه قوي يا بابا، اصل انا بموت فيه قوي يا ماما، صدقيني افصل. ولو تاني نصيحه، اي شيء غلط خطيبك بيعمله اثناء الخطوبه بلغي بيه والدك او والدتك. اي شيء خطأ خطيبك بيعمله اثناء الخطوبه بلغي والدك او والدتك. ليه؟ لان في الجواز هيعمل الغلط ده. يعني لو شفتي مثلا بيتعامل مع امه بطريقه خاطئه، انت لازم تبلغي والدتك ووالدك بانه عمل كده مع والدته، لانه هيعمل كده معاكي. اوعي تصدقي اصل انت اغلى منهم الكلام ده كله كلام كذب يا جماعه. الكلام مفيش اسهل منه في فتره الخطوبه. الخطوبه يا جماعه معموله عشان تعرفوا بعض. تمام؟ توافقوا افكاركم وثقافتكم مع بعض، عشان لما تيجي تتجوزوا ما يبقاش في اختلاف اتفجأة. يعني ده بالنسبه للي عمل فكره الخطوبه يعني. لكن هي مش معمولة عشان نعفص في بعض، يعني هي مش معمولة خالص عشان نعصر ايدين بعض ونخش السينما مع بعض بالاحترام وبأدب. لكن يعني تمام، طبعا انا بتكلم على الخطوبة، يعني قبل الخطوبة ده انا أنا يعني اكيد رأيي معروف فاهم؟ لكن انا بتكلم ده، انا بتكلم على الخطوبة ده انت رحت واتقدمت، فاهم؟ بس فما تخليكيش نفسك برضو رخيصة انه بدبلة يعمل كل اللي هو نفسه فيه. عموما لايك وشير ومتابعة. لو متفق معايا تقدر تكلمني، يعني سيب لي كومنت وتعليق وانا هرد عليك. وحشتوني جدا وبشكركم. وشكر لكل الناس اللي تابعت الحلقة لغاية دلوقتي. وقولوا لي الحلقة اللي جاية حابين تتكلموا عن ايه.